أن الله تعالى يستودع صفات جماله وجلاله في أنفس أنبيائه ويستعرضها في وجوههم. حري بي أن أقول إن أولياء الله بما لهم من مقام رفيع عنده صاروا مرآة لكثير من صفات الحق جل وعلا، وكان نصيب يوسف من هذه الصفات أكثر ممن عداه من الأنبياء. لست أغالي إذا قلت إن يوسف تجل لجمال الله وجلاله في الأرض. هذه كلها عنايات الله التي تفضل بها علي، ولا أملك لنفسي شيئا. لقد أحسن إلي ربي سبحانه إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزع الشيطان بيني وبين إخوتي. إن ربي لطيف لما يشاء، إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في هذه الدنيا وأنت ولي في الآخرة. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. اللهم إني أشكرك إذ ختمت ليعقوب في فراق ولده كما يحب، فكحلت نظيريه وأزلت عنهما الرمد بطلعة يوسف بطلعته البهية. اللهم كحل مقل جميع المنتظرين بالطلعة الغراء للمنتظر. لقد جعلك الله سببا ليستعرض حكومة عباده الصالحين في صقع من أصقاع الأرض، فيظهر جمال الحكومة الإلهية لمن يأتي من بعدنا. لكن كثير من أهل الدنيا ما زالوا يتخبطون في الضلالة والتيه والفقر. عندما يأتي الصالح الموعود سيعمد إلى أهل هذه الدنيا فيخلصهم من الضلال والفقر كأهل مصر، وينجيهم من كيد الظالمين. الموعود؟ أجل، هو الذي يبعث اسمه السكينة والطمأنينة في قلوب الناس إذا ما اعترضتهم الخطوب. ومن يكون؟ ومتى سيأتي؟ بعد أن يأتي النبي الخاتم، عندها يأتي المخلص الموعود. ستكون حكومة واحدة يكون حاكمها المخلص الموعود، وسينشر القسط والعدل في الأرض طولا وعرضا. لا شك أنكم سترون النبي الخاتم والمخلص، فهل أوصلتم إليه سلامي؟ ولد يوسف. هل تظن أن مستقبل بني إسرائيل سوف يكون من نصيب يهوذا أم من نصيب يوسف؟ هذا واضح، يوسف. لا شمعون، لا. سيرى من يأتي بعدنا أن بني إسرائيل يدعون يهودا ولا يدعون يوسفيين.